لما يسألوكي مين أكتر حد بتحبي تاكلي منه المكرونة بقى بكل أنواعها، أنا بالنسبة لي ست الحبايب. عشان كده النهاردة حابة أصور لكم ست الحبايب وهي بتعمل لنا أحلى صينية مكرونة. بس عايزة أقول لكم إن عند ماما ما فيش حاجة اسمها مقادير، في حاجة اسمها نقول بسم الله، تدي الحاجة كده وتطلع سبحان الله بتطلع 10/10. هي نزلت بشوية سمنة وعليهم شوية زيت ومحضرة جنب منها شوية دقيق، المادة الدهنية دي هتسخن هتلاقيها نزلت بالدقيق وقعدت تقلب فيه تقلب 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 لحد ما الدقيق كده يحمر، يعني بيطلع له ريحة مميزة كده وتحس إن هو استوى. بس ساعتها بقى تقوم نازلة عليه بإيه بقى، هي محضرة برضو جنب منها شوية حليب وضايفة عليهم شوية شرب، حليب مع شرب، لا منه حليب بس ولا شوربه بس طبعا لازم تتبل بايه، نزلت بمعلقتين من مرقه الدجاج وشويه من الفلفل الاسمر، وقلبت الحاجات دي كلها مع بعضها وبدات تقلب بقى تقلب كده زي ما احنا شايفين، وده الحليب اللي عليه الشوربه اللي قلت لكم عليه، تقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض. وبعد ما تنزل بالحاجات دي كلها تكون مجهزه بقى ايه الملح بتاعها اللي هي هتعمله، ولو عندك بقى شويه جبنه مثلثات يعني كام خرطه جبنه مثلثات كده هتدي طعم كريمي، طعم حلو. ما كانش حضري جنب منك معلقه كريمه. المهم ان ايه الحاجات دي هي ماما بتحب تحطها. وبعدين حطت على البشاميل بقى كده بعد ما نزلت بالشوربه والحليب، نزلت عليهم بشويه ملح، وقلبت كل الحاجات دي كلها مع بعضها. حلو، بتقول لكم اللي ما يعرفش يقلب كويس ويضمن انها ما تتكتلش منه ممكن يروح يديها ضربه في الخلاط ويرجع يحطها في الحله تاني ويبدا ينزل بالحاجات اللي هنقول عليها. عندك بقى كام قطعه مثلثات او عندك مثلا معلقه كريمه وانزلي بيها مع طبعا الحاجات دي على نار هاديه كده، وبعدين انزلي بيه اي جبن عندك. احنا كان عندنا شويه جبنه موتزاريلا على شويه جبنه رومي، وقلبت الحاجات دي كلها مع بعضها. شايفين زي الفل. حطيها على جنب بقى تبرد ويلا بينا نعمل قطع الفراخ بتاعتنا، برضو شويه سمنه وشويه زيت. هتقولي المقدار ده، اقول لكم والله ما اعرف، هي ما بتحط تقول بسم الله كده وتحط الحاجه ودي ادي 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 زي الفل. نزل بالبصلايه اللي هي مقطعاها قطع صغيره تصفر معاها، تبدا تنزل بقطع الفراخ اللي هي برضو مقطعاها ومظبطاها، وتقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضها. وهتتبلها طبعا هي بتهدي النار شويه، وبعدين هتتبل بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها. طب هتتبل بايه؟ بتقول لكم كل البهارات اللي عندكم حطوا منها اللي تحبوا حطوا، وهي بالنسبه لها حطت بهار فراخ، فلفل اسمر، بابريكا، ملح، اي بهارات عندك حابه تحطي ومتوفره عندك وبتحبي طعمها حطيها. تبلي كل الحاجه بتاعتك وهتقلب بقى كل الحاجات دي كلها مع بعضها كده. وهي محضره ايه بقى برضه، محضره جنب منها كام فص ثوم فرماهم ناعم وفلفل، فلفل اخضر على فلفل احمر على فلفل مشطشط كده، بتقول لكم مشطشط عشان يدي كده طعم حلو سبايسي كده. وقلبوا كل العظمه دي كلها على بعضها وغطيها وخليها تستوي كويس. هي هتسلي ميه وهترجع تشربها، يعني الخليط ده هيسلي ميه بسيطه كده وهتسويه وهيرجع يشربها بس كده. طيب جينا نشوف ما لقيناش عندنا مكرونه اقلام، طب نعمل ايه؟ قامت قايله هاتي المكرونه اللي الباكيتي الموجوده، وقامت ضايفه عليها ايه سلقناها، وبعدين ضافت عليها شويه بشاميل وقلبتهم كلهم مع بعض، وجابت صينيه دهنتها ماده دهنيه ونزلت فيها جزء من البشاميل زي ما احنا شايفين، وهتفرده حلو في الصينيه. تقول لك عشان لما يتحمر يبقى الصينيه كده متحمره من تحت وشكلها ايه، تبقى حلوه من تحت ومن فوق. وبعدين نزلت بنص كميه المكرونه الاسباجيتي اللي احنا شايفينها دي. يا ماما نشتري مكرونه اقلام، قالت خلاص المتوفر هنعمل بيه. يلا، وقامت عامله لنا المكرونه الاسباجيتي بالشكل ده، وقامت رايحه نازله كمان بشويه بشاميل عظمه، وتقعد تضغط عليها كده تحس ان الحاجه بتبظ كده بشاميل. وقامت نازله بالفراخ بتاعتنا اللي استوت وشربت ميتها وبقت كلها زي الفل، وقامت ايه فردها بالشكل ده. وعندك بقى شويه جبن حطي زي ما قلت لكم، احنا كان عندنا جبنه رومي وجبنه موتزاريلا، رشه الرشات اللي احنا شايفينها دي كلها مع بعضها. وقامت نازله بكميه المكرونه التانيه الباقي كميه المكرونه، وبدات تنزل بايه بالبشاميل، وهتلاقيها بتاعت تضغط عليها كده وتديها كام تخبيطه كده عشان خاطر ايه كل الحاجات دي كلها تتغلغل مع بعضها. بس انا عايزه اقول لكم ان ماما لازم تحلي في الحله، هتجيب المعلقه السيليكون دلوقتي وهتبدا تنزل بالبشاميل، مش هتسيب في الحله حاجه، هتحلي في الحله ما فيش فيها ولا حاجه. لازم تحلي في الحله كده ان ما عادش فيها اي حاجه. تقول لك لا دي بركه الاكل، امال ايه. يلا، نزلت بقى بكل البشاميل وقامت رايحه فردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا لسه بقى عندنا شويه جبنه عشان الوش، بس هي هتفرد العظمه دي كلها مع بعضها، وهتبدا برضو تدي رشه ايه من الجبن اللي موجوده. هنكتفي بكده؟ لا، لازم تدي بقى كام تخبيطه كده لصينيه البشاميل، تقولك عشان كل ده ياخد ويدي مع بعضه ويتغلغل في بعض. هي بيبقى تريكات بسيطه كده بس فعلا والله العظيم بتفرق في الطعم. الصينيه دي اتنسفت اهي، شايفين؟ تديها كام تخبيطه كده تقولك كل الحاجات دي كده تتغلغل مع بعضها. هتكتفي بكده؟ لا، تزوق بقى الصينيه عشان لو في اي حاجه كده ولا كده تخلي شكلها حلو، تقوم مدخلاها بقى الفرن وتطلع اوريكم شكلها عظمه عظمه. تسلم ايديك يا ست الكل. انا طبعا ساكته، لا انا واقفه جنب منها بصورها وبدوق بصراحه، بس طلعت معاكي بالجمال ده. شايفين الجبن لما ساحت عليها بقت شكلها خرافي. طبعا ست الحبايب تعبت، هقطعها انا بقى. شايفين الجبال والعظمه؟ هنبدأ بقى قطعيها الحجم اللي تحبيه بالطريقه اللي تحبيها. قلبتها
هي قصدي قطعتها وسجلت لكم الفويس بصراحة. يعني أنا بسجل دلوقتي وهي ما شاء الله عليها هي اللي عملت كل حاجة. هوريكم برضو شكلها كريمية ازاي وجميلة جميلة جميلة. أنا نسيت أصورها لكم من تحت عشان أوريكم قد إيه كمان البشاميل اللي كانت تحت دي أحمرت من تحت. تحفة، تسلم إيديك يا ست الكل.